بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية. معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الوقار عفريت او وقار هيفا. بالنسبة لتسمية وقار هيفا فده اسمه بالانجليزي، ممكن تكون هيفا دي جاية من كلمة حيفا بتاعت فلسطين، ممكن يكون اسم تاني خالص انا مش عارف. لو حد يعرف يساعدنا يا ريت يساعدنا في الكومنتات تحت. اما بالنسبة لتسمية وقار عفريت فده عشان تعرف اصل التسمية دي لازم نبص شوية على السمكة. السمكة الوقار عفريت دي بتعيش على اعماق كبيرة من عمق 90 متر ل 220 متر، وبيتم استهدافها بالسنار. فلما بيتم استهدافها بالسنار اول ما بتحس ان السنار اتمكن منها بتستسلم. وفي بعض الصيادين قالوا انها بتستسلم لدرجه ان هي بتسيب نفسها تطلع على وش الميه. المهم انها بتستسلم تماما اول ما بتحس بشكه السنار في بقها. بعد كده بتتشد من العمق ده اللي هو من 90 متر ل 220 متر لحد السطح. اللي بيحصل مع فرق الضغط ان عينيها بتطلع لبره، وكمان معدتها بتطلع لبره اكنه لسان منفوخ، وهي اصلا لونها غامق. فتخيل كده سمكه لونها غامق ومطلعه لسانها لبره ومطلعه عينيها لبره وطالعه كده من الميه كانها عفريت. ومن هنا جت تسميه وقار عفريت. طبعا زي ما قلت لك بعض الصيادين قالوا لي ان هو بيستسلم لدرجه ان هو بيسيب نفسه وبيطلع لوحده على وش الميه وبيطلع كده قدام المركب شويه. سمكه الوقار عفريت اكتر حاجه بتميزها ان هي لونها بني غامق لدرجه السواد، تحس لونها اسود، وكمان جسمها كنز عامل كده. انت مثلا لو قارنتها بالوقار اليهودي هتلاقي الوقار اليهودي مطول، لكن هي جسمها كنز. وكمان الزعانف بتاعتها كبيره، بالذات الزعانف اللي عند البطن واللي عند الفتحه الشرجيه ورا. سمكه الوقار عفريت اصلها اساسا المحيط الاطلنطي، ودخلت البحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق، وبدات انها تنتشر الاول في الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، وفضلت تمشي كده لحد الشام، وبعد ما وصلت للشام بدات تنتشر على الساحل الشرقي بتاع الدول الاوروبيه، لدرجه ان هي لسه واصله ايطاليا في سنه 2014 تقريبا. سمكه الوقار عفريت بتوصل لاحجام كبيره جدا، يعني انا كل لما احاول اجيبها عشان اصورها بلاقيها في حدود 8 كيلو، فصعب جدا انها تتصور السمكه بالحجم ده. كمان المعلومات عنها غامضه جدا، يعني مثلا ما نعرفش موسم التزاوج امتى، ما نعرفش توصل للبلوغ امتى، حتى ما لهاش مقال على الويكيبيديا. لكن في معلومه غريبه جدا بالنسبه لسمكه الوقار عفريت، رغم ان هي شكلها اصلا يعني عفريت، لكن هي في وقت السكون في الليل بتغير الوانها وبيبقى شكلها جميل جدا. بالنسبه للاكل الوقار كله يعني احسن حاجه في الاكل، لكن العفريت اقل حاجه في الوقار، لكن ده ما يمنعش ان طعمها حلو جدا في القليه وتحفه جدا في الشوربه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.